لا يا حسن، لا. أنا بفكر في ولد مصري، مصري حقيقي، يكون ولاؤه الأول والأخير لمصر. نفبرك له قصة متقنة ونسيبه هنا جوه يهود مصر لغاية لما يعرفهم ويعرفوه، وبعد كده ابعته إسرائيل واسيبه كام سنة لحد ما يا محسن ما تكمل. مش عارف يا حسن، مش عارف. أنا عايز ولد بمواصفات خاصة جدا، يكون عارف إنه رايح إسرائيل علشان يموت، بس مش لازم يموت أبدا، مش لازم. هو في حاجة مهمة أوي عايز أقولها لك يا رأفت، جايز ما نشوفش بعض تاني. الشغل اللي انت بتعمله ده يا رأفت درع بتحمي بيه أهلك، شرفك، تاريخ وعظمة بلادك. تأكد إن كل إنسان عربي يتمنى يكون في مكانك. أنا واثق إنك هتكمل للنهاية يا رأفت، أنا متأكد يا رأفت.